جايز تكون سمعت عن الباي قبل كده. الباي بقى عاملها واحد هو أخو ساتوشي ناكاموتو اللي عمل البيتكوين، وتقول الأسطورة بما إنهم إخوات يعني جايز أو احتمال إن الباي تنفجر برضو زي البيتكوين. هو في الأول عشان تعدين البيتكوين كان بطيء وبيكلف وبيستهلك كهرباء وبيستهلك الجهاز، فأخوه قرر إنه يعمل عملة تانية يبقى التعدين بتاعها أسهل وأسرع. الجديد بقى إن التعدين بتاع الباي فاضله شهرين، يعني حوالي 60 يوم، لأنهم نشروا إن الانتقال للماينر هينطلق يوم 31 ديسمبر. لو سجلت دلوقتي هيبقى سرعة التعدين عندك 0.01 عملة في الساعة، فلو تواظب على التعدين كل 60 يوم الجايين هيبقى معاك 14 عملة. ولو سجلت أصلا بكود الإحالة هيدوك عملة ترحيبية، المجموع 15 عملة. العملة حاليا في ربما دي السوق السوداء أو مش عارفة، المهم هي في الكوين ماركت كاب كانت $30 ورفعت لحوالي $50، بعدها نزلت تاني، بعدها مش عارفة حاليا دلوقتي كمان هي ممكن سعرها يتغير بعد الإطلاق. فالمهم لو نزلت $50 مثلا، ال15 قطعة هيبقوا تقريبا 37,000 جنيه، لأنه يعني أنا حسبتها لما كان الدولار ب50 جنيه. طبعا التعدين شغال بقاله سنين، ففي ناس قديمة في الباي دول نصيحة مني ما تسمعش كلامهم، عشان هما كل الحكاية انهم زهقانين وطفشانين وكانوا عاوزين يقبضوا من سنين وهم بيستنوا، فكلامهم عن الباي بيزهد الواحد انه يدخل، رغم انهم مكملين عادي ولسه بيعدلوا وعملوا التوثيق وعملوا كل حاجة، بس هما بيتريقوا عليها وبيزهدوا بيقيسوا الناس منها، فما تسمعش ليهم، عشان احنا بالنسبة لنا هنعمل شغل مش مرهق يعني، وفي احتمال انه لو فعلا حصل الاطلاق يوم 31 وحصل كل حاجة هنبقى ربحانين، وخصوصا لو سعر العملة بقى حلو، ف30,000 جنيه يعني مش سيئة، ففي احتمال للربح ومفيش احتمال للخسارة، لأنه احنا مش هندفع حاجة ولا هنعمل شغل مرهق، ولا لأنه التقديم مجرد زرار بتدوس عليه بس. لكن عشان تعرف تسحب لازم تعمل شوية الحاجات اللي هقولك عليهم دلوقتي. طبعا أول ما تسجل اعمل كود عشان بيديك عملة زيادة، بعدها دوس على 3 شرط، ومن البروفايل ممكن تفعل انه تخفي اسمك الحقيقي ما يظهرش للناس، وكمان لازم اسمك الحقيقي يبقى زي ما هو مكتوب في البطاقة حرفيا، يعني حتى لو البطاقة مثلا اللي هتوثق بيها مثلا فيها الاسم غلط او ما فيهاش اللقب مثلا، انت اعمل نفس اللي هو مكتوب في البطاقة. هم منشفين دماغهم خالص وقالوا انه لو في فرق بهمزة او بنقطة مش هتسحب. لو اسمك في البطاقة مكتوب بلغة مش انجليزي دوس على الزرار ده وظبطه، هيخليك تكتبه بالانجليزي بيتنطق ازاي، وكمان زي ما هو في البطاقة بالملي. ولو اسمك يعني ثلاثي او رباعي وكده دوس هنا وظبطه كمان. بعد كده نيجي للشغل الصح، انه هتدوس الماينت، يعني دول هتعمل شوية مهام عشان تعرف تسحب. هتدوس الماينت كده، دول هم المهام. اول مهمة انك تحمل عندك البراوزر او المتصفح بتاعهم، يعني بتاع الباي. واحدة من المهام انه تقفل نسبة من العملات لفترة معينة. طبعا لو انت واثق من الباي ثقة كبيرة انها ممكن تنفجر وكده، احسن لو قفلت مثلا 50% او عدد من العملات، عشان تمنع نفسك انك تبيعهم وتقفلهم لسنة او كده، لان انفجار العملة بيبقى
يعني مش فوري، بياخد له وقت. اما لو عاوز تسحبهم اقفل 25% بس لمدة أسبوعين كده. غير ال25 هتبيعهم يوم 31 عادي. بعد أسبوعين هتقدر هيتفك القفل على ال25% وخلاص، وهتبيع كل عملاتك. بعد كده بتيجي مرحلة التوثيق، وطبعا زي ما انتوا شايفين فرصة مش صعبة. لو مفيش إمكانية توثق بنفسك ممكن تخلي يعني سجل اسم حد بتعرفه، ولو مثلا اخوك او ابن عمك او اي حاجة وخليه يوثق لك. بس لازم 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 الاسم يبقى مطابق للبطاقة. انا بعرف ناس عندهم مئات العملات عشان هم بدأوا التعدين من بدري قوي، بس ما عملوش الاسم صح، وبالتالي مش هيسحبوا للأسف. بعد 3 أيام من التعدين هيظهر معاك الزرار ده، هتقدر من خلاله تضيف ناس بيعدنوا الباي لدايرة الأمان بتاعتك. لو ضفت 5 هيقوى التعدين عندك شوية، يعني مثلا 0.03 في الساعة بدل 0.01 مثلا. يعني لما يظهر الزرار هتضيف اللي انت مسجل بإحالته، وبعدها اسأل الناس اللي بيعملوا تعدين أرقام بعض في جهات الاتصال عشان تضيفوا بعض إلى دايرة الأمان. أو تقدر لو حد سجل بإحالتك إنك تضيفه دايركت من غير ما تطلب رقمه. وبس كده التطبيق ده تعمله حتى لو كان عندك شغل، أو لأنه حرفيا مش بيتطلب منك إلا زرار واحد كل يوم، ومش هيطول كتير، يعني كلها شهرين وهيخلص. يا رب إن شاء الله يجي منه حاجة حلوة.